عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو سأتحدث عن مسيرة الخضراء، تعريفها وبدايتها ومراحلها وتنظيمها ونتائجها. على بركة الله. أولا سأتحدث عن تعريف مسيرة الخضراء. تعتبر مسيرة الخضراء هي ذات المصطلح الذي يطلق غالبا عند الشعب المغربي على المظاهرة الجماهيرية السلمية التي نظمها وقتها الملك المغربي خلال سنة 1975 ميلادية، من أجل احتجاج على الاحتلال الإسباني الذي كان يستعمل المغرب آنذاك للمحافظات الجنوبية التي تمثل صحراء المملكة المغربية. جلدت في هذه المسيرة العظيمة في حدود حشد طويل يقدر بنحو 350,000 من مغاربة من كل مدنها الكبيرة، وبلغ عدد النساء 10% من عدد المشردين، وكانت هذه الأعداد هائلة تنتقل بانتظام ومنظمة متميزة من مدينة طلفاية نحو الصحراء المغربية من أجل تحليل الصحراء من آيات الاحتلال. الآن سأتحدث عن بداية مسيرة الخضراء. بعد مرور أزيد من 75 عاما من احتلال الإسباني الغاصب للأراضي المغربية التي كانت في أيدي قوات الإسبانية، وفي عام 1975 ساءت وضع في الصحراء المغربية تهديدا بسبب احتلال. صدر قرار من محكمة العدل الدولية بشأن هذه الأراضي لصالح إسبانيا المحتلة. بعد قرار التقى أحمد عثمان وزير المغرب بخوان كارلوس وأرياس نافالو، ولم يتوصل المغاربة إلى أي نتيجة، وأرسل ملك لاحق الحسن الثاني برفقة أحد أعضاء حكومته أحد وزرائه إلى الجزائر للقاء رئيس الجزائر آنذاك مولي بومدين، الذي كان من المتوقع أن يطمئن ويدعم قضية الصحراء. القوات المسلحة الدولية. وفي ذلك الوقت كانت هناك 35,000 جندي إسباني متمركزين على حدود بين المغرب والصحراء.
الآن سأتحدث عن المراحل المسيرة الخطلاء. نسم مالد اللاحق الحسن الثاني مسيرة سلمية حاشية التخت على حزب الإسباني وإقباله على التلاشع على الطلاب المغربي وفتح العديد من مراتب ومناطق لتلقي طلبات المتطوعين للمشاركة في مسيرة. نسبة مئوية للمتطوعين التي تم تحديدهم هي 10% من أعداد المتطوعين التي تم تحديدهم، والنسبة وفقا للعدد الحساس مرتبطة بكل منطقة هي وسودانها. بدأت الدفعة الأولى من المتطوعين في 23 أكتوبر تشرين الأول في مدينة اللاذقية، وعلى مدار 12 يوما التالية تم نقل 10 سيارات يوميا دون انقطاع إلى مراكش، ثم إلى التعديل، ثم إلى ضواحي الطلفاية. في 5 نوفمبر تشرين الثاني 1975 ألقى الحسن الثاني كلمة أمام شعبه ودعاهم لبدء مسيرة في صباح اليوم التالي. وفي خطابه قال كلمته الشهيرة: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة، غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون أرضا من وطنكم العزيز. نتائج المسيرة خطلاء. أعلن مالد الحسن الثاني في 9 نوفمبر تشرين الثاني أن المسيرة قد حققت أهدافها مرسى، وأشار إلى مساندين لإنهاء مسيرة خطلاء بنجاح في 14 نوفمبر 1975 استحت موريتانيا والمغرب ولاياتهما الجنوبية وقعت اتفاقية العودة المغرب عام 1941. ورغم جدود تأثير حول نجاح هذه المسيرة، كانت تهدف إلى تحقيق أهدافها وإقناع الجيش الإسباني بعودة بالسلام دون إلقاء دماء. النهاية من وطنكم العزيز.
الله.